اهتم بيا. ايوه، يعني يعمل ايه؟ اديني رعايه. ايوه، ايه هي الرعايه اللي انت محتاجاها؟ فانت محتاج تكون عندك مهاره تانية، مهاره استخدام الفاظك، لان دي الطريقه اللي انت بتعرف توصل بيها معلومات. انت ازاي تعرف تكون بتعرف تصيغ الكلام بشكل يفهم اللي قدامك انت محتاج ايه ويعمله ازاي. لان انت لو قلت انا عايز احس باهتمام منك، لان دايما احنا بنستخدم كلمه اهتمام بدل اعجاب، لانه بنتكسف ان احنا نقول انا عايز اشوف اعجابك بيا، فبالتالي انا عايز احس باهتمامك، اللي هو اعمل ايه؟ انت محتاج تعرف تقول له ده. لان المفاهيم الخطا بتاعت ان انا لو قلت له انا عايزه ايه مش هعرف اتبسط بيه، ده مفهوم غلط يحرمك من ان انت بتصعب اللي على اللي قدامك وعلى نفسك التواصل، ان هو تعرف تشبع احتياجاتك. فانت هتبقى متالم واللي قدامك مش هيعرف يديلك اللي انت عايزه، فلا هيتبسط معاك ولا انت تبقى مبسوط معاه. تخلق صراع من غير لازمه لمجرد بس ان انت مصدق الاهتمام ما بيطلبش. ان انا لما اقول لحد ايه اللي انا عايزه ويعمله لي مش هعرف اتبسط بيه. ده عامل زي بالظبط لو انت طلبت من حد يعمل لك اكله نفسك فيها تاكلها، تتضايق ان هو عمل لك الاكل اللي نفسك فيها، رغم ان انت قلت انا نفسي اكل مكرونه بشاميل، اتعملت لك. بدل ما تتبسط ان الشخص دوت اهتم باحتياجاتك وفضى من وقته وعمل لك اللي انت عايزه، بتتضايق عشان انت طلبته. طب ما انت هتصعب عليك الحياه، هتصعب عليك ان انت تعرف تكون علاقه مع اي كان الشخص مين. انت ما بتطلبش، ما تديش توجيهات للي قدامك يعمل ايه.